رسميا سحب الدوري من النادي الاهلي وتسليمه لبيراميدز. الخبر ده انتشر كتير في الفتره الاخيره. انا ما عنديش معلومه مؤكده بصراحه عن صحه الخبر ده من عدمها، لكن انا اقدر اقول لك واشرح لك المحكمه وصل لها ايه لحد دلوقتي. القضيه فيها 5 اطراف، الاهلي وبيراميدز. الطرفين دول كل واحد فيهم بيقول ان هو ايه الدوري من حقه. طيب في 3 اطراف تانيين، نادي الزمالك، الرابطه، اتحاد الكوره. نادي الزمالك قال لهم والله انا الموسم اللي فات لعبت الاهلي، انسحبت، خصموا مني 6 بونت. الموسم ده الاهلي انسحب، خصموا منه 3 بونت بس. ده نادي الزمالك. اتحاد الكوره رد عليهم قال لهم انا بالنسبه لي الاهلي وبيراميدز راحوا دوري الابطال، واللي انتوا هتقولوا عليه بطل الدوري هنديله الدرج. فاتحاد الكوره طلع منها برضه. تيجي عند رابطه الانديه، برضه رابطه الانديه ردت انه اللائحه بتقول 6 بونت، لكن قالت احنا والله اتعاملنا مع الاهلي بروح القانون، وقدرنا انه هو كان مضغوط في البطولات الافريقيه، وانه ما كانش في وقت عشان شهر رمضان وصعوبه توفير حكام اجانب، وعشان كده استخدمنا روح القانون وخصمنا من الاهلي 3 بونت بس. ده رد رابطه الانديه. يعني في مؤشرات بتقول ان المحكمة بتتجه الى خصم 6 بونت من النادي الاهلي واعادة الدوري لصاحبه الاصلي والحقيقي اللي هو نادي بيراميدز. الحقيقة فين؟ ادينا قاعدين منتظرين ويا مسهل، وان شاء الله الدوري في بيراميدز.